السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نتعرف من خلاله على كيفية برمجة PLC رايفتيك المتواجدة لدينا في المخزن، ويمكن التوريد والتوصيل إلى جميع المدن المغربية. توجد عدة إصدارات لهذه PLC. إذا دخلنا إلى الموقع الرسمي لشركة رايفتيك، كذلك لدينا الباور سبلاي والإنفرتر وكذلك HMI. بالنسبة للPLC يعني أو لنوعية يعني بها سيريال كوميونيكيشن RS 232، وكذلك هناك إصدارات بها الإنترنت، وكذلك إصدارات يعني توجد بها الواي فاي وكذلك ال4G والGSM. كما لدينا كذلك يعني الاكستنشن موديول انالوج انبوت. مثلا هنا لدينا الPT100 موديول الPT100، وكذلك كما نلاحظ هنا لدينا موديول خاص بالانبوت او الاوتبوت 16 ديجيتال اوتبوت، وكذلك الانبوت انالوج اوتبوت. يعني عدة يعني اكستنشن موديولز. بالنسبة للبرنامج، فهذه الPLC يمكن برمجتها طريق يعني اللادر وكذلك الFBD، برنامجين يعني منفصلين. فيمكن هنا فهو برنامج مجاني، يمكن هنا الذهاب إلى الداونلود، وكما نلاحظ عندنا إكسلوجيك سوفت وخاص بالFBD. فسوفت يمكن الضغط على هنا داونلود فسوف يحمل البرنامج، أو برنامج إكسلادر. فإذا أردنا يعني برمجة عن طريق اللادر أو STL، فكذلك يمكن الضغط على داونلود. والذين آخر يعني تحديث فهو في هذا التاريخ، فيمكن يعني عند تسجيل هذا الفيديو فهذا آخر إصدار. أما بالنسبة ل يعني الانستليشن فهو يعني بسيط جدا، يعني next إلى آخره. فهنا في الداونلود يعني يمكن تجدون كذلك اليوزر مانوال بالنسبة للFBD، وكذلك بالنسبة للإكسلادر. كذلك بالنسبة لهذا البرنامج سوف نستعمله لاحقا، وهو خاص ببرمجة HMI لرايفتيك. يعني هنا ايزي سكادا، فهو برنامج مجاني كذلك لعمل سكادا. يعني يمكن كذلك تجدون عدة يعني مثلا هنا إكسلادر يوزر مانوال مودبس ادريسين إلى آخره، يعني دوكيومنتيشن خاصة بهذه الPLC. فأنا سوف نبدأ باللادر، وهذا هو البرنامج يعني أو السوفت وير بروجرام إديتور. يعني عندما نقوم بتثبيته نفتح نيو بروجكت. كما نلاحظ هنا يعني تقريبا مشابه الانترفيس او المشابه لبرنامج ستيب 7 ماكرووين او ستيب 7 ماكرووين الخاص لبرنامج لبرمجة سيمنز S7-200 او لا S7-200، يعني النسخ القديمة لPLC سيمنز. هنا نقوم بعمل الهاردوير كونفيجريشن. فكما نلاحظ الآن سوف نستعمل في هذا الفيديو نستعمل الPLC التي بها السيريال كوميونيكيشن يعني RS 232. فلدينا هنا يعني الغطاء فقط، يعني يمكن إزالة الغطاء، ولدينا هنا المنفذ الخاص بالسيريال كوميونيكيشن. هذا لدينا هو الكيبل، كذلك موجود لدينا في المخزن، يعني يمكن طلبه كذلك. وهنا إذا أردنا عمل اكستنشن للموديولز فنحتاج يعني الموديول الخاص بالكوميونيكيشن او الموديول سواء PT100 او الانالوج انبوت او الديجيتال انبوت. فكل موديول ياتي مع هذه الوصل، يعني الوصل والكابل الوصل، فيمكن وضعه كذلك هنا. ومن ناحية الموديول يعني وضعه كذلك من هذه الناحية، وإذا أردنا موديول آخر يمكن وضعه كذلك هنا. بالنسبة في إصدارات أخرى يعني بها إنترنت، كما نلاحظ هنا لدينا إنترنت، وكذلك هنا يمكن وضع يعني الموديولز. ففي هذا الفيديو سوف نشرح يعني كيفية الاتصال مع RS
يعني سيريال كوميونيكيشن RS 232. وهذا هو الكيبل، وهو USB. من ناحية USB كما نلاحظ هنا مرتبط بالPLC بالكمبيوتر عفوا. وهذه الناحية يعني يمكن توصيلها إلى في هذا المنفذ. اوكي، بالنسبة هذا الPLC كما نلاحظ هذا هو الريفرنس PR18DC DAR. فهنا PR فهو الموديول يعني 18 DC تعني أن كما نلاحظ هنا هذه الPLC تشتغل من 12 فولت إلى 24 فولت DC بلس ماينس. ولدينا هنا 12 ديجيتال انبوت من E1 إلى EIC. ولدينا هنا 6 ديجيتال اوتبوت ريلاي، يعني ريلاي تايب. فهنا كما نلاحظ لدينا 10 امبير، يعني يمكن استحمال 10 امبير. كذلك بالنسبة هنا للديجيتال انبوت فلدينا من E1 إلى I6 أو I6 يعني A6 يمكن يعني استعمالها كديجيتال انبوت أو انالوج انبوت من 0 إلى 10 فولت DC. يعني لدينا هنا 6 يمكن عملهم استعمالهم كديجيتال انبوت أو لا انالوج انبوت. فالآن في السوفت وير يعني ولا في الهاردوير كونفيجريشن نختار نفس الريفرنس PR18DC-DA-R. فكما لاحظنا أن اخترتها هنا. يمكن يعني توجد عدة إصدارات كما قلنا إليك في هذا النسخ القديمة PR12ACR 12ACRN. فنختار الPLC التي نريد استعمالها. فكما نلاحظ لدينا PR18DC-DAR ونقوم اوكي. فهنا يعطينا يعني فقط يعني فهو بالنسبة للأدرس نفس تقريبا أدرس لسيمنز، يعني يمكن استعمال نفس الأدرس الخاصين بسيمنز. فهنا كما لاحظنا اخترنا الPLC. وهنا ممكن عمل كوميونيكيشن، ضغط على كوميونيكيشن. فإذا كنا لدينا مثلا هنا في هذه الحالة لدينا سيريال بورت فنختار الكوم. فهنا لدينا USB سيريال CH340 فبالنسبة للكوم 7. إذا كان لدينا الإيثرنت الأنواع الإيثرنت فنختار يعني IP address إلى آخره. سوف نتعرف عليها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. في هذه الحالة سوف نستعمل سيريال بورت ونقوم بالضغط على search. فالآن سوف يقوم بالبحث عن يعني إذا ما كانت الPLC متوصلة أو لا مع الPLC عفوا مع الكمبيوتر. وبعد ذلك نضغط على OK. ممكن نعمل هنا connect لنتأكد أنه تم الاتصال. كان نلاحظ هنا الآن program binary mismatch to PLC continue yes. OK. هنا يعني لدينا networks. فسوف أقوم الآن stop أو disconnect، يعني هنا تم الاتصال. الآن سوف أقوم ببرنامج بسيط وهو مثلا هنا الانبوت. وهنا لدينا سوف أقوم بأوتبوت. هنا بالنسبة للأدرس كما نلاحظ بالنسبة للديجيتال انبوت فتبدأ بنفس الأدرس الخاصة بسيمنز I.00 أو بالنسبة للديجيتال انبوت. بالنسبة للأنالوج لدينا مثلا سوف وكمثال سوف الأدرس الأول E00 الانبوت الأول سوف أقوم بتفعيل أو لا بعمل activate للأوتبوت الأولى، والأدرس هو Q00 يعني تقريبا نفس تقريبا بالنسبة لسيمنز. أوكي. هنا سوف أقوم الآن بعمل داونلود. هنا داونلود LC binary. فبالنسبة هذه الPLC يمكن كذلك برمجة هذه السكرين. هنا سوف يعني نتعرف عليها لاحقا. الآن سوف أقوم الآن أوكي. الآن PLC is running stop
يعني يطلب منا ويخبرنا أننا سوف نقوم بعمل ستوب للبي ال سي. يس ريتيز داتا ايرور، اعتقد فيني مشكلة، لحظة، زيرو ايرور. اوكي رايت سيستم بي ال سي. الآن تم يعني تحميل البرنامج إلى البي ال سي. وهنا سوف أقوم ب connect. الآن لدينا هنا كما نلاحظ الستاتوس 0. سوف أقوم الآن ب يعني عمل activate للinput. توصل كما نلاحظ ونسمع الصوت on off. يعني المغزى من هذا الفيديو هو كيفية شرح أو كيفية عمل الاتصال مع البي ال سي، وسنتعرف على يعني في الفيديوهات القادمة وفي الدروس القادمة على الانستراكشن المتوفرة للتعامل مع البي ال سي. كذلك يوجد يعني السيموليتر، يعني يمكن عمل سيموليت للبرنامج. سوف نضغط فقط هنا على سيموليت لعمل سيموليشن للبرنامج كما نلاحظ هنا. إذا ضغطت هنا على أو عمل هنا أوكي، سوف أقوم بالأدرس E00. يمكن عمل فورس ل يعني الانبوت كما نلاحظ هنا، وممكن عمل ستاتوس للاوتبوت Q00. اوكي كما نلاحظ يمكن السيموليتر هنا اوكي كما نلاحظ هنا لدينا الاوتبوت يعني input activate، كذلك الاوتبوت هنا on كما نلاحظ. يعني حتى السيموليتر يعني مساعد كذلك. يمكن كذلك استعمال الأزرار هنا لبرمجة البارامترز، سوف نتعرف عليها لاحقا إن شاء الله. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.